اي اتفضل، سني ام شيعي؟ شنو؟ شيعي. اهلا وسهلا. ايه رايك في فتوى صباح شبر؟ لا أعترف بها. هل أستطيع أسأل سؤال؟ طيب لا تعترف بيها. لو انت رافضي صح؟ أي. لو اختك تعترف بها واحبت ان تفعلها، هل تنكر عليها؟ نحن عائلتنا لا نعترف بالمراجع هذه. انت شنو؟ لا نعترف بهذه المراجع. انت بتقلد من؟ لا أقلد أحد. طيب هات سؤال. هل أستطيع أن أسأل؟ نعم. لكن بشرط الواحد. هات سؤالك. جميل. ما رأيك أن طلحة يقول لو مات محمد لأنكحن عائشة؟ فين؟ تفضل. ها؟ اقرأ المصدر. تمام. انت تقصد رواية لو مات محمد لأنكحن عائشة قول طلحة؟ يس. اقرأ المصدر. تمام. هو انت بتجيب المصدر من السوبر ماركت؟ مش القر- المفروض مش المفروض ما يكون عندك شيء تكون جايب المصدر؟ اتفضل. القرطبي. القرطبي؟ مم. وين في القرطبي؟ جامع الأحكام سورة عدد الرواية 7، الجزء 14، رقم صفحة 207. اقرأ السند كده. تمام. روي إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة أن رجلا قال لو قبض رسول الله ايوه، رجلا. امال فين طلحة؟ امم معايا؟ إيه؟ فين طلحة؟ تكذب. تمام. تكذب ليه؟ تكذب ليه؟ تيجي هنا ما تكذبش. تكذب ليه؟ رد عليا. انت اسمك ايه؟ جعفر. اسمك ايه؟ جعفر. جعفر. ما تجيبش ايداني. تيجي هنا ما تكذبش خالص. يا جعفر، الذي ذكر مثل هذه المقولة كان على ما أذكر علي بن إبراهيم القمي. وبعدين يا جعفر، بعض الآثار التي رويت عندنا أن رجلا كان بعضهم ذكر أن فيه كان البعض يرى بجواز نكاح أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل نزول الآية. فنزلت الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. فما كانوش يعرفون بحكم ذلك. فبعضهم قال لو مات محمد تزوجت، ومع ذلك لم يرد دليل صريح صحيح في أسامي من قال ذلك. والروايات اللي ذكرت أن طلحة أو ما شابه ذلك فبعضها منقطع الإسناد وبعضها موضوع، والموضوع أي مكذوب يا جعفر. أنا أجبتك على هذا. أريد بقى يا جعفر وأنت معايا في الخط وأنت شيعي محترم إن شاء الله، ترد لي بس على هذا القول نسمعه مع بعض أنا وأنت. الأب، الأخ، أبناء الأخ. الأب، الأخ، أبناء الأخ مالهم يا وأبناء الأخت وابناء الأخت العم والعم الخال. والخال. هؤلاء يحرم التزاوج بينهم، يحرم التزاوج من يعبر المرأة. عنهم بالمحارم. دول محارم المرأة.
المحارم يجوز للمرأة أن نعم. أن إيه بقى؟ تتكشف أمامهم، تتكشف بإيه؟ لكن لا بشكل مطلق. مش مطلق، يعني تبين شعرها، مناخيرها، عينيها، تتكشف كيف أمام محارمها؟ الأخ والخال والعم ما بين السرة إلى الركبة يستر، ما فوق السرة وما تحت الركبة لا يجب ستره. إيه رأيك يا جعفر؟ هل هذا الرجل تكفره أو تطعن فيه؟ حكمه عندك إيه؟ نعم، قلت لك أنا عارف إن أنت لا تقلده، لكن ده يا جعفر مكانته إيه في معتقد الإمامية الاثنى عشرية وأنت شخص عاقل يا جعفر؟ ده وكيل المرجع السيستاني بيقول من فوق السرة كل ده المرأة يجوز إن تكشفه أمام محارمها، بس بشرط ما يكونش عمها عينه زايغة كده ولا حاجة، وكل طول ما هو قاعد يعمل كده ويبص، وأنت عارف بقى ساعات يعني لو الشيعي ممكن يبقى عينه زايغة يمين وشمال. إيش رأيك؟ ماذا تقول أنت لذلك يا سماحة يا سماحة الأستاذ جعفر؟ تقول إيه لوكيل السيستاني؟ لا أعترف بهم. هو حلو إن لا أعترف هكذا فقط، لكن أنت لا تعترف. مش عايز أقول يمكن 90% من شيعة العراق أو أقل شوية يقلدون السيستاني. دول حكمهم إيه؟ لا أعرف. الله يهديك يا جعفر. أنت إخباري ولا أصولي؟ لا. ها؟ أنت إخباري ولا أصولي؟ شنو يعني؟ أنت بتاخد دينك منين يا جعفر؟ من القرآن والعترة. وين في القرآن أمرك بالتمسك بالعترة؟ قال الله وأطيعوا الله والرسول والذين آمنوا. ما فيش آية في القرآن تمام. كده يا جعفر. لا في. لا والله ما فيه. وأطيعوا الله ورسوله والذين آمنوا. ما فيش آية في القرآن كده يا جعفر. أنت تقصد أطيعوا الله والرسول والمؤمنين والذين إيه آمنوا. جدك. أطيعوا الله إيه وأطيعوا الرسول والذين آمنوا، صح؟ إيه ما فيش آية في إيه. القرآن كده يا جعفر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إيه هاي. مين أولي الأمر؟ أوف أولي الأمر. إحنا ما نطيع الله غير الله من يأمرنا بشيء غير نطيعه. ما معنى أولي الأمر؟ صح. ما معنى أولي الأمر؟ استعوف هاي. الله من يأمرنا بشيء نطيعه ولا ما نطيعه؟ نطيعه. حلو. والنبي؟ نطيعه صلى الله عليه وسلم. حلو. النبي شو يقول؟ خلينا في الآية قبل ما تروح للنبي شنو يقول. خلينا في الآية. أولي الأمر، أنت قلت أولي الأمر العترة، دليلك ما معنى أولي الأمر؟ ولي الأمر. نعم. أنت أبوك عنده موكب؟ عنده شو؟ بس كان في واحد كان بيتصل عليه أبوه صاحب موكب، فهل هو أنت ولا غيرك؟ لا مو أنا. طيب شوف يا جعفر، أولي الأمر لا يصلح أن نقول عنهم الأئمة الشيعة الاثني عشر، لأن أولي الأمر أصحاب الأمر وأصحاب الكلمة، والأئمة زي ما أنت كنت بتشوف دلوقتي استشهاد الإمام الباقر عندكم كانوا حاطينه في قفص وقاعدين يلفوا بيه في كربلاء ولا في المكان اللي مدفون فيه، وقاعدين يعملوا قفص ويلفوا بيه أكن الإمام عياذا بالله حاطينه في قفص حديدي. فالأئمة عندكم ما كانش لهم كلمة إلا علي رضي الله عنه 6 أشهر والحسن 5 سنوات، والحسن رضي الله عنه 6 أشهر، علي 5 سنوات والحسن 6 أشهر. فأولي الأمر لا تصلح في الأئمة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله عندكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر، صح؟ صح. طب إحنا ما نتنازع، الآية قالت فردوه إلى الله والرسول ولم تقل إلى أولي الأمر، فأظهرت أن أولي الأمر ليسوا بمعصومين، وأنه قد يقع التنازع بيننا وبين أولي الأمر. نعم صحيح، ليس معصومين هم. يعني الأئمة عندك مش معصومين؟ لا، أولي الأمر هاي ليس بمعنى المعصومين. امال بمعنى شنو؟ لا أعرف، لكن الرسول يأمرنا باتباع عترته القرآن وأهل بيته. فين النبي قال اتبعوا العترة الأئمة؟ عني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله ثانيا عترتي أهل بيتي. فين في الآية اللي انت جبتها الآن أن العترة
الأئمة؟ عترتي وأهل بيتي. عترتي أهل بيتي. أهل بيتي، وين إن في م. 12 النبي أمرنا باتباعهم؟ ما هو أهل البيت يدخل فيهم بنات النبي وأبناء النبي وأعمام النبي، العباس وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وعقيل أخو الإمام علي، وأبناء الحسن. فين النبي حددهم وقال 12 إمام؟ قال لا سيبقى هذا الدين عزيزا منيعا إلا 12 خليفة. ما معنى خليفة؟ خليفة يعني خليفة على المسلمين، يعني خليفة حاكم على المسلمين جميعهم، له الكلمة على جميع المسلمين. الأئمة لم يحدث فيهم ذلك، يبقى لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث، لأن الأئمة لم يكونوا خلفاء، ولم يحدث ذلك للأئمة يا أستاذ جعفر، فالأئمة لم يكونوا خلفاء. صح يا جعفر؟ حلو، جيد، حلو. هذا الحديث أنت معترف به؟ نعم. حلو. من هم خلفائك؟ أقول لك يا جعفر، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بالبحث عن أسمائهم؟ أجبني هسه، من هم خلفائك؟ ما أنا بأجيبك يا جعفر. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابحث عن أسمائهم؟ لم يقل، لا. طيب جميل جدا. عندنا حديث يا جعفر موجود في كتاب دعائم الإسلام، هو كتاب شيعي، وفي بحار الأنوار، إن هذه الأمة، والحديث موجود عند أهل السنة، تختلف إلى كم فرقة؟ 73 فرقة، صح؟ 70 فرقة، صح. كلها في النار إلا إيه؟ واحدة، صح؟ صح. هل النبي صلى الله عليه وسلم يا جعفر أمرني إن أنا أبحث عن أسامي هذه الفرق؟ لا، لكن أمرنا باتباعهم. لا، ما أمرناش باتباع الأئمة، ما قالش اتبعوا 12 إماما. خليك معايا واحدة واحدة. الجيش اللي هيخرج ينصر إمامك الثاني عشر عدده 300 وكم؟ 13. 313، صح؟ صح. ممكن تذكر لي أسمائهم؟ لا أعرف. بس اهو الحديث انا جاي بقى الزمك اقول لك اذكر الاسم. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال الدين عزيزا مولاه 12 خليفه، ولم يامرني بالبحث. من اجتهد جزاه الله خيرا وبحث عنهم جزاه الله خيرا، لكن لست مامور بالبحث عنهم. لكن لا يدخل فيهم ائمه الشيعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين عزيزا، وفي روايه منيعا. فالدين لم يكن عزيز في خلافه الائمه يا جعفر. الأئمة ما من إمام إلا يموت مقتول أو مسموم، والأئمة يا معلى أنتم على دين من كتمه أعزه الله. فالأئمة كانوا بيطلبوا بكتمان الدين، ما كانوش بيظهروه. فالدين ما كانش عزيز في خلافة الأئمة، والإمام يتسجن ويتضرب. معني كلام. نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يكون هذا الدين عزيزا منيعا إلا 12 خليفة. صح ولا مو صح؟ صح. حلو. احنا عندنا عد الشيعة الإمام المهدي لحد الآن عايش، من علي بن أبي طالب لحد الآن، يعني هذا ديننا لحد الآن عزيز ومنيع. أنتم دينكم عزيز ومنيع حاليا؟ طيب ولا لا؟ طيب ثواني، خليك معايا واحدة واحدة يا جعفر، وأنت رجل عاقل. شوف يا جعفر، هل خروج الإمام المهدي هيكون الدين عزيز أم ذليل؟ أي سؤال؟ هل عندما يخرج إمامك الثاني عشر هيكون الدين عزيز أم ذليل؟ يكون الدين عزيز. ممتاز. إذن الدين سيكون عزيز في خروج الإمام الثاني عشر، صح؟ صح. والآن لم يخرج المهدي فلم يكن عزيز، صح؟ لا، يا مو بهيك معنى. ما كيف؟ هو يخرج من يصير، شلون أقول لك، يصير الزمن يكثر به الفسود. يعني الدين عزيز الآن ولا ليس عزيز؟ نعم عزيز. عزيز. طب ليه الإمام غائب؟ ليه الإمام غائب بما إن الدين عزيز؟ قول النبي. قول النبي انت طبقته على الشيء الآن، انت مطبقه على هذا الوقت اللي احنا فيه الآن. فهل الإمام الآن غائب الدين عزيز ولا ليس بعزيز؟ عزيز. عزيز. إذن لا نحتاج إلى الإمام لأن الدين عزيز. شفت يا جعفر؟
لو الدين عزيز إذن لا نحتاج إلى إمام. صح يا جعفر؟ أنت شخص عاقل يا جعفر، وصلا يشرح صدرك للحق. جعفر تسمعني؟ نعم. أصلا أنت محترم وعاقل، وأنت معايا بقالك 16 دقيقة، أعطيتك 16 دقيقة من وقت البث لأنك لم تسب ولم تسيء، وإن شاء الله أنت شخص محترم، أتشرف بتواصلك معايا دائما يا جعفر. أشكرك. شكرا ليك يا جعفر. وهذا رقمي، أي وقت تواصل معايا يا جعفر. تمام. اعتبرني أخوك يا جعفر. أشكرك شيخ. مع السلامة يا جعفر. أسأل الله أن يهديك يا جعفر، أسأل الله أن يهديك وأن يهدي عقلاء الشيعة وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. شفت يا الشيعي اللي بيخش يقول لي يرى من تشديد، سواء من أبناء العامة اللي هم أهل السنة يعني عندكم، أو من الشيعة، كما أنت رأيت الآن أسلوبي متغير مع الشخص اللي قدامي. لو شخص اللي داخل ليطعن ويسب ويسيء في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالمعمم صلاح ولا فلان ولا علان، بنعرف نقابله بنفس الأسلوب. وبما نجد شيعي عاقل مستمع حتى وإن جادل، بس عاقل ومستمع وبيستمع، بنكلمه بلطف ولين ونعطيه من الوقت كما رأيت الآن 16 دقيقة. كان معكم جعفر الشيعي العاقل اللي إن شاء الله يكون مهتدي من العراق.